تل حفيظ. اقول لك تجي ويانا تخييم؟ وين؟ مفاجأة. تل حفيظ. اريد ارجع هسه. وين ترجع؟ دنيا ليل وسايق تخربط. عبد حاول ينام بالخيمة وما قدر ينام، طلع لي اصدقاء قاعدين حول النار، قاعد يمهم ودا يسولفون، كان يسمع صوت غريب يقول تعال وراح تحصل الكنوز والاموال. فاستغرب عبد وسأل بس يسمعون اللي دا سمعه؟ قال له لا ماكو شيء. ازداد الرعب وسمع الصوت مرة الاخرى، الصوت كان قادم من التل وكلهم قاموا وناموا، وعبد كتل الفضول اكثر من الخوف وراح وطاب للمكان المنشود، لقى محبس ذهب بالقاع، لبسه وحس بشيء غريب وقام يشوف جدار لونه ذهبي دار مدار التل ككل، راد يطلع من التل ما قدر بسبب انه كان لابس المحبس، حاول ينزع المحبس هم ما قدر، وبهالاثناء شاف ضوء ذهبي من نص الغابه، فراح يركض للمكان المنشود الا ولقى جان مهيب ويبدو قوي، بس هنا هو ما يعرف هذا منه، وسأله قال له انت منو؟ قال له انا حفيظ. قال حفيظ؟ حفيظ قال له اي اهل العراق يسموني هيك، انا هنا احرس كنوز النبي سليمان، وانت هسه خالفت اهم قانون، هو ممنوع تسرق الكنوز، انا جيت مو سرقه لبسه وما اقدر انزعه. لا تكذب، واذا ما نزع اليوم اقطع اصبعك. وصلوا منو؟ ذولا خدام ملك الجان جايين على كنوز سليمان، شوف خاتمك مو عادي، قوة الخيال تقدر تصنع المحال، وفعلا يبدا القتال، حفيظ يطير ويبدا القتال 4 من جنود الجان، ولكن الجان جايين متحضرين وعندهم تعويذة تلغي قوة حفيظ، وعبد يكمش احد جنود ملك الجان ويطير بيه، وهنا الخاتم يبدا يتوهج ويصدر طاقة دفعت الجان المكان بعيد، عبد يبدا يتخيل وفعلا تخيل قفص حبس بيه الجان ولكن انكسر، وعبد بدا يراوغ الجني، وراها قدر يتخيل سيف وقطع اجنحة الجني، والجني قدر يكسر السيف، وراها تخيل رمح وطعن بيه الجني وقتله، وتوجه لمكان حفيظ وسلل وطاب، ولقى حفيظ مربوط ومعلق وسولجانه بالقاع، حفيظ قدر يقتل واحد من الجان لكن الكثرة العددية والتعويذة غلبت هنا، عبد تخيل سيف وجه واحد من الجان وقتله وحرر حفيظ وتشكر منه وقال له الخاتم بمكان صح، حفيظ نادى السولجان بس بنفس الوقت جو بقية الجان، واستعملوا نفس التعويذة مرة أخرى واسقطوا حفيظ على الأرض، وحفيظ قال للعبد انت اللي تستعمل الخاتم غلط، تخيل بس تخيل الخاتم بطاقة خارقة. صارت كثرة عددية على عبد، ولكن عبد تخيل وتحول لبطل خارق وضرب الجان وفروا هاربين، وحفيظ رجعت له قوته من جديد وقال له العبد جيب الخاتم. عبد بعد هاي المعركة استنزف كل طاقته وحاول الهروب، وحفيظ قال له تجبرني على هذا الشيء، وضرب عبد، وفجأة عبد فز ولقى روحه بالخيمة وقال معقول هذا كابوس، فقام حتى دا يغسل، واثناء التغسيل شاف الخاتم وسمع صوت حفيظ بعض القوانين ممكن تتغير لمن هم اهل للثقة. وعبد يا صديقه قال له شو كنت نرجع؟ قال له لا راح نروح الصحراء السماوات. الجنية ام ذان بنت ملك الجان، تخيل جنية عندها قدرة تسمع كل شيء، حتى إذا صوتك ما طلع بس قلبك خاف هي تسمعك. يقولون ملك الجان خطف جنية صغيرة وحاول يربيها بس كانت قوية وما خضعت له، عاقبها وربطها بطوق سحري من إذنها مدة 500 سنة، إذنها كبرت وصارت سلاحها، وبيوم من الأيام القيد انكسر مو بجسمها لا بقوة إذنها، وبذاك اليوم سمعت صوت الحراس من بعيد، وحتى همسات الملك كانت تسمعها، وبس من خلال أصواتهم عرفت أماكنهم وقدرت تهرب، ومن ذاك اليوم ملك الجان بعد يدور عليها، وصلت لهنا يعني صار جزء من قصتها، واليوم هي تعيش بالصحاري، هي مو شريرة بس إذا شافتها خفت من شكل إذنها العملاقة ممكن تفقد عقلك. معقولة كل شغلات بالبالة؟ ألو عبد تجي باكر نروح للبالة؟ لا والله أنا بالسماء حاليا. أهو دروح. اوس راح واحد سوق البالة وراح يم الدعافيس، وهناك لقى لابتوب قديم وشكله غريب، حاول يشغله ما اشتغل، بس اوس اشتراه وراح للبيت بباله يفسخه، بس قال خل اجرب اشغله وشغله وفعلا اشتغل، الشاشة تفتح على شاشة مو مفهومة بيها رموز سحرية تتحرك، اوس شاف ايقونة طب عليها، طلعت لعبة بيها شخصيات اشكالها غريبة ويقدر يتحكم بيها، اوس يسمع صوت غريب وطلع هذا الصوت صوت المخلوق اللي صممه اوس، اوس فرح الوهلة بس طلع من الحاسوب كائن مرعب، قال له انا حارس البوابة الرقمية لعالم الجان، سلمني اللابتوب نرجع للعالم السفلي، هذا لابتوب ملك الجان السحري. اوس ما قبل، والمخلوق المرعب ما تردد انه يهجم على اوس، وهنا كان اللي صممه اوس هجم على الشرير ودافع له، اوس ركض واخذ اللابتوب، المخلوق الصغير انهزم، هنا اوس صمم 10 غيره وهجموا على الشرير وقدر يتغلب عليهم، اوس اكتشف سر الحاسوب وقدر يصنع كائن اقوى من كل اللي شقه واقوى من اللي هجم عليه، وصارت معركه رهيبه وتبادل ضربات رهيبه من الطرفين، وهنا صاحبنا قدر ينتصر، واوس قال معقول هاي الشغلات موجوده بالبالة؟ اوس راح اقول لك شيء مستحيل صدقه. شنو كل هاي البلاوي؟ منين لك هذا المحبس؟ لقيته بتل حفيظ، شلون وانت قضيتها نايم؟ شو تبطل كلاواتك؟ اوقف خلي اشوفك. عبد يرفع ايده ويتخيل بس ماكو شيء، الصديق دكابي معود شو تبطل سوالفك؟ حتى عبد ما يعرف الخاتم ليش ما اشتغل. وصلوا للمكان المنشود، نصبوا الخيم وضحكوا وتعشوا، اجى الليل، عبد نام وفجأة الخاتم بدا يضوي، يفز يطلع من الخيمة ماكو شيء، يروح يغسل وجهه ورا ظهره طلعت اذانات تتحرك، يلتفت بسرعة، الجنية تختفي، يرجع طبيعي بس ترجع توقف ورا، تشوف الخاتم وتقول هو هذا، تحاول تضربه
وعبد يتفاداها يحكي وياها يقول انت منو شو تريدين؟ ما تجاوبه وتستغرب. اول مره بشر يشوف شكلها وما يخاف تهاجمه وعبد يصد ضرباته. قال لها فهميني شكو بالخاتم. الجنيه ترمي رمل على وجهه وتختفي والخاتم يهدأ. الصبح الكل طلع يتمشى، عبد بقى نايم بالخيمه. الجنيه ترجع تحاول تسرق الخاتم، فجاه بوابه تنفتح وبيها جنود ملك الجان. الجنيه تنرعب وتهجم عليهم مثل مجنونه، بس عددهم كبير. عبد يشوفها تقاتل ينصدم من مهارتها والخاتم بدا يضوي من جديد. عبد واخيرا ويتدخل عبد بالقتال ويصنع المحال. قوه الخيال ينتصر والجنيه تحكي له قصتها. قالت له ملك الجان خطفني وانا طفله ويهسه. عبد اتصور الخاتم همين وانا ما اقدر انزعه. الجنيه يقول له لازم نهرب لان هسه عرف مكاننا. عبد خلى خابر صديقه اوس ونرجع لبغداد. عبد راح اقول له شيء مستحيل تصدقه. معقولة؟ اللي صار وياي بالضبط؟ ملك الجان تعرض لنا أكثر من مرة وأتصور ما راح يوقف. ملك الجان ما يستسلم لحد ما يحقق طموحه. شوفوا الهجوم خير وسيلة للدفاع. شلون وين راح نلقى الملك الجان؟ لابتوبي مو بس يصنع شخصيات ومقاتلين، هو بوابة العالم الجان. أقدر أفيدكم بمعرفتي للقصر، هربت منه مرة وعندي حاسة سمع خارقة. وشلون راح نغلبه بعقر داره؟ عبد أنت ليش جبان؟ عندك الخاتم السحري وعندي اللابتوب السحري والجنية وياني حتى حفيظ. اتصور اكو امل نغلبه. انباء مجهوله عن عمليات خطف للاطفال. والله يا جماعه فكره سيئه، نروح له بعقر داره. ما اتفق. وين الجنيه؟ صدق وينها؟ اختفت. الجنيه راحت يم الروضه اللي خطف منها اكثر من طفل وظلت تتراقب. ورا كم يوم شافت امراه شكلها غريب لا تريد تخطف الاطفال. الجنيه خايفه على الاطفال لان ما تريد اللي صار وياها بطفولتها يصير ويا الاطفال. وفعلا هاي المراه خطفت واحد من الاطفال. الجنيه شافتها وركضت مسرع وضربتها واتضح انه هاي مو امراه عاديه، هاي السعلوه شافت اذان الجنيه كبيره فقامت تصرخ بصوت عالي. نقطه قوه الجنيه صارت نقطه ضعف والسعلوه رادت تقضي عليها الى ان تدخل اوس والكائن السحري مالته من بعيد. وشافتهم السعلوه واخذت الطفل وهربت. واوس بسرعه اطلق جهاز تتبع بملابس الطفل حتى يعرفون مكان اختباء السعلوه. الجنيه فقدت الوعي ونقلوها لبيت اوس. ورا صحوه الجنيه سالوها انت ليش رحتي وحدك؟ الجنيه التزمت الصمت وما جاوبتهم. وعبد اجى اتصال طارئ من البيت، جده مريض، واخذ اوس وياه حتى يودون جده للمستشفى. وقالوا للجنيه لا ترحين وحدك. والجنيه رغم اذنها الكبيره ما سمعت كلام، راحت شافت اللابتوب واندلت مكان السعلوه وانطلقت للمكان. بهالاثناء السعلوه كانت تتحضر حتى تاكل الاطفال، وجدت الجنيه وجهت لها ضربه قويه اسقطتها ارضا وراحت حررت الاطفال وفرحوا مؤقتا الى ان قامت السعلوه مره الاخ واستخدمت هجوم الصوت العالي واذت الجنيه. والجنيه اثناء احساسها بالالم اكتشفت انه عندها قدره جديده تقدر تكتم اي صوت تريده. وفعلا كتمت صوت السعلوه وقامت ابرحتها ضربا ورجعت الاطفال لبيوتهم امنين غانمين. ولما رجعت الجنيه لبيت اوس لقت عبد واوس متحضرين حتى يفتحون البوابه ويهاجمون ملك الجان. وعبد قال لها الهجوم خير وسيله للدفاع. وقعنا بالفخ، نزلنا بمكان غلط بس موعد جيش، لا تخافون احنا نقدر. فريقنا وصل ولكن مو بالمكان المناسب. لقوا جيش جرار ينتظرهم وملك الجان قال لهم بالاخير انت جيتوني. وقام يضحك عليهم بطريقه هستيريه. بس هاي شجاعه لو غباء. وعبد بكل ثقه قال له اليوم اخر يوم لك. واو شغل لابتوبه وفعل التعويذه السحريه واخفى كل جيش ملك الجان. لكن اللي بقى ملك الجان وجنرالاته شادو وماكس. الجنيه ركضت تجاه شادو واوس وجه وحشه ضد ماكس. وعبد قال ملك الجان حصتي وفعلا طار مسرع تجاه ملك الجان. الجنيه والجن الابيض كانوا يقاتلون بكفاءه بس عبد اثناء طيرانه تجاه ملك الجان ايضا طار عليه ووجه له ضربه صنعتها ارضا وقال له انت طلعت مجموعه اغبياء، هي هاي كل قوتك وقوه خاتم حفيظ؟ عبد ضاج وتوهجت عيونه وقام وهاجم ملك الجان لكن بدون فائده تذكر لان ملك الجان كلش قوي. وبقتل اوس ضد ماكس تحول لشكله الثاني واوسع الكائن مالته ضربا ورجع لحاشم واوس كلش خاف. وشادو ملت من الجنيه وقالت لها كافي لعب وقامت تتحرك بسرعه مو طبيعيه ووجهت لها ضربات واسقطتها ارضا وقالت لها ذيك المره انت هربتي وهسه جيتي برجلك بعد ماكو هروب. واخيرا عبد ضرب ملك الجان ولكن ماكو فائده. ملك الجان كلش قوي اوسع عبد ضربا وملك الجان قال للعبد انتم كلش مملين هسه راح ننهي اللعبه. وفجاه ملك الجان حس بحضور كلش رهيب والتفته وهو جنرالاته الا وهو رجل عجوز بدون ما يحكي اي كلمه رفع ايده بتعويذه سحريه. ملك الجان صرخ لا تخلوه يهرب. اجسام تيمنا بدات تتوهج واختفوا من المكان. انتم اغبياء هاجمين على قصر ملك الجان بهاي قدراتكم؟ عبد يسال انت منو؟ ملك الجان بلغ جنرالاته قال لهم تحضروا حتى نغزو العالم. العجوز اني جابر.
جابر تاجر بهارات بس يحب الماورائيات، سافر للهند حتى يستورد بهارات من هناك. بيوم من الايام بالهند لقى فقير ومحتاج اموال وطلب من جابر المساعده، وساعده جابر. وهذا الشخص تعبيرا عن امتنانه قال له انا ما عندي فلوس بس عندي شيء احسن، راح اعلمك السحر. وبطبيعه عمل جابر كان ظل فتره هناك وتعلم انواع السحر الاسود والتحضير وصار كلش قوي. المعلم مات وجابر رجع للعراق وتزوج وصار عنده عائله من زوجه وطفله صغيره. لكن جابر ما ترك السحر وبقى يشتغل كساحر بالسر واهمل كل شيء. لكن الفرحه ما كملت لان بنته تلبسها جان بسبب عمله المستمر بالسحر، واللي تلبسها يا صديقي مو اي جان انما ملكهم. بالبدايه جابر ما انتبه على بنته، وبيوم من الايام رجع للبيت ولقى البنيه الملبوسه قاتله امها. جابر قام يصرخ من الالم والجن حاول يقتله إلها همين ولكن فشل، وجابر قدر يلزمها ويحكم السيطره عليها وقال له انت منو ليش سويت؟ أنا ملك الجان وأعمالك السحرية كانت ما تعجب الجان، فقررت أعاقبك وانهيك من الوجود بأعز شيء أنت تحبه. راح اطلعك من جسد بنتي واحرقك. تقدر بس بنتك حتموت مثل مرتك. انت كذاب. والطفله قالت له بابا هذا منو؟ وين ماما؟ حلمت فيها ماتت. جابر بنيتي حبيبتي ماما موجوده بس هذا حلم. جابر صرخ من الألم والحزن واختفى عن العالم وقرر ينتقم، لكن يعرف هو مو بالقوة المناسبة لهزيمة ملك الجان. وظل جابر 30 سنة يسعى وراء انتقامه، وكان دا يراقب القصر وشاف الهجوم وحس بشعور غريب. معقولة اكو فرصة ننتصر هسه؟ بس للأسف الفريق كله ضعيف مقارنة بملك الجان ويحتاجون بعد تدريب. بالوقت الحاضر الأخبار جيوش ملك الجان راح تحتل الكوكب. يلا تيم خلوا نروح نقضي عليهم. لا خل ادربكم حتى تصيرون اقوياء بما فيه الكفايه. اوس يراد له يتعلم تعاويذ، الجنيه يراد لها تدريب على القتال، عبد مدى يستخدم طاقه المحبس الحقيقيه. كلكم عندكم المؤهلات بس نراد لكم بعد لان الحرب بدت. ننتصر او ننتصر. خلصنا تدريب ورا 6 شهور، هسه نقدر نقول يلا تيم. كنا الظالم الخاتم، هسه احس اكو امل. عوف موضوع الجيش علي. راح افتح بوابه قبال ملك الجان، انا وعبد نقدر نغلب ملك الجان. الجنيه ضد شادو، اوس ضد ماكس، نفس الخطه بس بقوتكم الجديده نقدر نفوز. وجابر يفتح البوابه وينطلق جيش اوس ويصطدمون بجيش ملك الجان. ماكس ينطلق نحو كان اوس صار ازرق ومفتول عضلات اكثر. الجنيه تضرب شادو. الظاهر انتم ما تملون بس هالمره ماكو هروب. عبد وجابر وصلوا يم ملك الجان. حلو من تضرب عصفورين بحجر، راح اقطع اصبعك واخذ منك الخاتم، وهذا الشايب شكله مشتاق لعائلته. عبد يطير وجابر يفتح بوابه ويخلي عبد يطب ويطلع ظهر ملك الجان ويضربه. ملك الجان ايوه اخيرا ونسوني بالقتال. والملك يسحب سيفه من بوابه حمراء، عبد يتخيل سيف وجابر يصنع حال السيف بسحره ويبدي القتال الثلاثي، لكن اليد العليا لملك الجان. يلا عبد فعل الشكل الثاني وتحول. عبد يتحول من اللون الاصفر للازرق. ملك الجان انذهل. عبد يتخيل رمح ويشمر على ملك الجان. ملك الجان يتفادى ويجي جابر يضرب الملك يندار على جابر ويجي عبد يضربه مره الاخ. اي هو هذا المطلوب منكم، بس نهايتكم الموت وتطلع هاله حمراء من عنده. مخلوق اوس الازرق الا هيمن على ماكس لحد ما جتهم الهاله الحمراء وصاروا اقوى. ماكس اوسع الجني مال اوس بضربه. شادو قامت وكتله الجنين. ملك الجان سحب سيف من جديد وطار على عبد، لكن عبد قاومه وصار قتال كلش قوي. جابر استخدم هجمه سحريه وملك الجان رد عليه بنفس الاسلوب، لكن هجمه ملك الجان كانت اقوى وحرقت ايد جابر. عبد وفريقه بدأوا يفقدون اليد العليا بالقتال. جابر قام يبكي وبدا يتخيل طيف مرته وبنته. بهالاثناء اجى حفيظ طاير ودخل للقتال، ضرب ماكس وضرب شادو. عبد وجابر فرحوا، حسوا انه اكو امل. اليوم صدق يومي، اهدافي راح احققها كلها بيوم. حفيظ يطلق هجوم كلش قوي على ملك الجان ويبعده بعيد ويقوم ويشافي ايد جابر. عبد وجابر وحفيظ استعملوا هجوم ثلاثي طيروا بيه ملك الجان بعيد. وبهالاثناء الجنيه خسرت وجني اوس الازرق تلقى ضرب كلش قوي. شادو استعمل التقنيه جردت حفيظ من صولجانه، لكن حفيظ كلش قوي وتبادل هو وياها اللكمات، وبالاخير استعمل عليه تقنيه الضوء الساطع واخفاه. اما ماكس كان ذكي وهاجم جابر مباشره، ولكن عبد بالمرصاد وصداله. جابر فتح بوابه سحريه زرقاء، بوابه السجن بيها هواء قوي لتسحب ماكس، لكن ماكس صمد. اجى عبد كماشة وقذفه بالبوابه، وحفيظ راح عالج بقيه التيم، وقاموا التيم كلهم وواجهوا ملك الجان. كان ملك الجان كلش قوي وصلب. جابر فتح بوابه حتى تسحب الملك لعالم السجن، لكن الملك قوي. اجى عبد طاير ودا يضرب الملك ويحاول يدفع للبوابه، وحفيظ اطلق عليه موجه سحريه كلش قويه، وجابر سوى سيف وقفز وطعن الملك بيه، وجت الجنيه تضرب الملك، واجى الجني الازرق يدفع الملك. ورغم هذا كله الملك قال له انا ما راح اروح وحدي، واطلق ضربته الاخيره وقتل بيها جابر، والملك انقذف داخل عالم السجن واختفت البوابه. جابر مات، وعبد فقد قوته السحريه ووقع بالقاع وفقد الوعي، والجنيه اختفت، وحفيظ اخذ خاتمه وراح، واوس غير معلوم مكانه الى حد الان، والجني الازرق اختفى.